السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ مرة تانية في فيديو جديد. فيديو النهاردة هكلمكم فيه عن تليفون صنع في مصر. بما انه هو صنع في مصر فهو نازل بسعر منافس جدا في الفئة السعرية دي، وهو تليفون انفينكس سمارت 7. تليفون نازل بسعر 4000 جنيه في السوق المصري. فتعالوا مع بعض نشوف ال 4000 جنيه دي هتدينا ايه. اول حاجه بحب ابتدي بيها وهي محتويات العلبه. فبمجرد ما انت ما تفتح علبه التليفون ده هتلاقي فيه طبعا التليفون والشاحن بتاع التليفون والكابل بتاع الشاحن، وبالمناسبه الكابل ده مايكرو يو اس بي مش يو اس بي سي. وكمان هتلاقي جراب وسماعات، غير ان في سكرينه ملزوقه على الشاشه، سكرينه جيلاتين كده لحد ما انت تجيب سكرين ازاز تعيش معاك يعني. وشويه الكتالوجات طبعا اللي احنا متعودين ان هي تكون موجوده في كل العلب في كل التليفونات اللي محدش بيقراها، فحاجه ممتازه جدا. فانت كده مش هتدفع جنيه زياده عن سعر التليفون ده علشان خاطر تجيب اي حاجه ليه. بالنسبه بقى للتصميم بتاع التليفون بصراحه تصميمه شكله حلو، يعني شكله مقبول بالنسبه للفئه السعريه دي. هو قديم شويه، مش ده اللي احنا متعودين عليه دلوقتي او الترند دلوقتي، بس بالنسبه للفئه السعريه دي تصميم ممتاز جدا. وكمان وزن التليفون ممتاز جدا لان هو وزنه 188 جرام، يعني وزن خفيف، مسكته مش هتضايقك في ايديك يعني. جميل بقى ان التليفون ده جاي بشريحتين زائد مكان لكارت الميموري. ندخل بقى على الشاشه. التليفون ده جاي بشاشه من نوع اي بي اس بحجم 6.6 انش، ونسبه السطوع بتاعته تحت الشمس بتوصل ل 500 نيتس، فسطوع معقول وحجم معقول للشاشه جدا. وبرده في الفئه السعريه دي معقول جدا ان هم يحطوا شاشه من نوع اي بي اس، مع وجود طبعا حواف سفلية كبيرة شوية، بس شكل الشاشة معقول جدا. لو انت هتتفرج منها على محتوى معين فهي مش هتضايقك تماما. وبالنسبة للسماعات في التليفون ده، فالتليفون ده جاي بسماعات مونو مش سماعات ستيريو سبيكر طبعا. السماعات بالمناسبة صوتها حلو جدا، ما فيهاش اي مشكلة. نيجي بقى للأداء. التليفون ده جاي بمعالج من ميديا تك وهو هيليو A22. المعالج ده بمعمارية 12 نانومتر، طبعا مع 4 جيجا رام زائد مساحة تخزينية 64 جيجا. بص، هو في الأداء اليومي بتاعك التليفون مش هيبقى معاك فيه أي مشكلة، هتاخد منه سلاسة كده في الاستخدام. بالنسبة للألعاب حاول بقى تنزل الألعاب البسيطة، يعني انت لو نزلت بابجي مش هتشتغل، بس مع الوقت أو مع الاستخدام الطويل، بس بعد ما تفحت التليفون برامج وتملاه على آخره وفي الآخر تيجي تقول بابجي مش بتشتغل معايا أو مش بتفتح أو بتقطع، فده طبيعي جدا في الفئة السعرية دي. فحاول تنزل ألعاب خفيفة كده، صابوي، كاندي كراش، الحاجات الخفيفه اللي احنا بنلعبها دي، فده هيمشي الدنيا معاك جدا ومش هتلاقي اي مشكله في التليفون بتاعك. نيجي بقى للبطاريه. التليفون ده جاي ببطاريه 5000 ملي امبير مع شاحن بقوه 10 واط. بص، هو انت شويه هتحس ان هو بصراحه الشاحن بطيء جدا، هياخد معاك وقت كبير جدا على ما تشحن التليفون ده، خصوصا ان هو 5000 ملي امبير. بس ده برضو متعوض في ان البطاريه حجمها كبير، هتقضي معاك اليوم كله في الاستخدام المتوسط مستريح قوي يعني. نيجي بقى للكاميرات. التليفون ده جاي بكاميرتين في الخلف. اول كاميرا 13 ميجا بكسل، دي الكاميرا الاساسيه، والكاميرا الثانيه دي تعتبر كاميرا AI، يعني ذكاء اصطناعي كده بتديك تصوير ماكرو. وبالنسبه للكاميرا الاماميه فهي 5 ميجا بكسل. بالنسبه بقى لاداء الكاميرات، بصراحه الكاميرات ممتازه جدا، هتاخد منها في الاضاءه الكويسه صوره حلوه قوي. الصوره طبعا هتفقد جودتها لو الاضاءه بتاعت الصوره مش معقوله، بس في النهار في النور الكلام ده هتاخد صوره بصراحه ممتازه. وبالنسبه لتصوير الفيديوهات فالتليفون ده بيصور فيديوهات لحد 1080 بجوده فول اتش دي. طبعا مفيش مايك عازل للضوضاء علشان خاطر يعزل لك الدوشه اللي حواليك. الجميل بقى في الموضوع ان التليفون ده الشبكات بتاعته ممتازه جدا، زائد ان هو بيدعم جميع المستشعرات وبتشتغل بصوره تحفه، زائد ان مستشعر التقارب او مستشعر المكالمات مستشعر حقيقي، سنسور حقيقي موجود في التليفون، مش معتمد على السوفت وير. فحاجه ب 3 جنيه هو بيتحط في تليفون ب 4000 جنيه، مش عارفين انتوا تحطوه في تليفون ب 10000 جنيه. طبعا التليفون موجود فيه راديو، بس للاسف ما فيهوش فيه NFC. طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان التليفون انفينكس سمارت 7 نازل في السوق المصري بتصنيع مصري بسعر 4000 جنيه. بالنسبه طبعا للسعر مع الامكانيات بتاعته فممتاز جدا جدا جدا. لو بقى انت السعر مغري ليك بس الامكانيات حاسسها مش قد كده، ممكن في نفس السعر ده تجيب
تليفون اعلى في الامكانيات برضه بتصنيع مصري او بتجميع محلي. تليفون من شركة سامسونج، هو سامسونج A04S، زاد بس 400 جنيه وتشتري التليفون ده هيديك اداء اعلى من تليفون انفينكس. اما لو انت معاك 4000 جنيه بس فاتكل على الله وهات التليفون ده، تليفون ممتاز جدا وما فيهوش فيه اي مشكلة. كده اكون وصلت لنهاية الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.